ما عمرني ما بكيت في حياتي تبكيت على ولدي. علاش المغاربه كلهم ناضوا وقصدوا السبسه وبغاو يحرقوا؟ المهم شي بنادم ميت والوالده والزهره وولاد شط الرابع واللي باغيين يحرقوا. هانتوما شوفوا بنادم عباد الله. وعلاش المغاربه ولاو حاقدين كبار وصغار؟ تشوف بنادم عنده اعاقه ومن ذوي الاحتياجات الخاصه حتى هو ما بقاش باغي يعيش في هذه البلاد. علاش؟ كيفاش علاش؟ راه باينه، وبلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا وبلا ما ندرقوا الشمس بالغربال. وعلاش زعما هذا الشيء وقع نهار عيد العرش في الوقت اللي سيدنا كاين تما في الشمال كيحتفل بعيد العرش؟ واش هذا الشيء غير صدفه؟ وشنو كتقول اسبانيا في هذا الشيء اللي واقع؟ قبل ما نهضروا على التفاصيل ديال هذا الشيء اللي واقع، مني شفت هذه الفيديوهات اللي كلكم شفتوها اللي منتشره في المواقع التواصل الاجتماعي، تفكرت هذيك المقوله الشهيره عند المغاربه واللي هي الاخر يطفي الضوء. ودي كثرت لهم كتضحك صراحه. هذا الشيء كيبكي ماشي كيضحك. شفتي نحلف عليها والله وتشد هاد الفيديوهات اللي شفناهم هاد الايام وتعطيهم لشي واحد براني ما عارف شنو واقع دابا في المغرب وتسولو وتقول له شنو بان لك وشنو فهمتي من هاد الفيديوهات، احتمال كبير يقول لك هادو راه هاربين من شي حبس واقيلا. حيت كيفاش كتشوف بنادم كيرمي راسو في البحر وما عارفش المسار ديالو، ومني كيوصل كيزيد دو راسو للسما وكيحمد الله وهلي كيسجد، والله حتى تحلف عليه بلي هذا هارب من شي حبس ولا شي عذاب كان كيعيشو، وفي ديك اللحظه حس براسو حر وحس بالحريه. بالنسبه لاسبانيا يلا هذه شهرين على الناس على العجز من ناحيه الشباب في البلاد وما عندهاش اللي يخدم، يعني كتعاني من نقص في يد العامله. واصلا اوروبا كامله كتعاني من نسبه الشيخوخه اللي عندها طالعه بزاف. هذا الشيء كيعني ان اسبانيا ما دارت فيها ما يصلح مع المغرب، بلاص ما دير لي زوفر وتجيب الشباب معززين مكرمين بالكونترات ديالهم وتستقبلهم وتخدمهم، ناضت حلات الباب ديال السبسه بالعاني. حقا ما حقا انفلات امني. اسبانيا قد السخط شحال من عام وهي محتله ديك المدينه لا هي لا مليليه، حقا ما حقا انفلات امني. سبحان الله. انا كيبان لي هذا الشيء مقصود حيت جا متزامن مع عيد العرش وفي نفس الوقت كاين سيدنا تماك في الشمال والمسؤولين كاملين كيحتفلوا بعيد العرش. اسبانيا شافت راسها غتجيها القضيه غاليه لا بغات تجيب المغاربه بطريقه قانونيه، ناضت دارت هذا البلان وحلات باب سبسه بالعاني والقضيه غتقام عليها رخيصه. ثاني حاجه ضربات السمعه ديال البلاد. شرح لي كيفاش نهار عيد العرش واننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما انعم اللي هو ماشي يوم عادي عند المغاربه يوقع فيه هادشي كامل وهاد البلباله اللي ناضت شي حاجه تما. هادشي كنشوفو انا ماشي صدفه، هذا مجرد راي شخصي وكما كنعرفوا الراي يحترم. الا عندك شي راي في هادشي هبط دابا الكومونتير وخليه لنا وقول لنا الراي ديالك في هادشي اللي واقع. دابا ندوزو للغه الارقام اللي ما كتكذبش. في ظرف السيمانه اكثر من 1500 مهاجر، الاغلبيه ديالهم شبان وقصيرين مغاربه وفيهم حتى الافارقه واحد النسبه قليله، قدروا يوصلوا لمدينه سبسه المحتله. غير سباحه تخيل معايا المتوسط ديال 200 واحد في النهار كيدوزوا وكيدخلوا لسبسه. وفي هذه اللحظه اللي كنصور فيها هذا الفيديو على ما اظن وصلوا الالاف. انا بغيت نعرف واحد الحاجه، فين هما هذوك اللي تيقولوا لهم الغوارديا سيفيل وهذوك السياجات اللي تيبانوا عاليين والكاميرات والمراقبه فينهم؟ والمشكل ان مراكز الايواء في سبسه ولات عامره والناس ولاو جالسين في الزنقه وبنادم مقلب في الشارع، حيت مراكز الايواء اللي كاينين في سبسه وصلوا للطاقه الاستيعابيه. وهنا فين غادي يدخل رئيس مدينه سبسه خوان خيصوص فيصاص، ما عرفتش واش قلتها هي هذيك ولا لا. المهم هو هذا خرج بخرجات إعلامية كيطلب فيها التدخل عاجل من حكومة مدريد وأنه أعلن على حالات طوارئ إنسانية واجتماعية. أغلبية كيقولوا هذا الشيء اللي وقع ناتج على واحد الخبر انتشر مؤخرا اللي هو أن المحكمة العليا اللي في إسبانيا دارت حكم كيقيد ما يسمى بالإرجاع الفوري للمهاجرين اللي كيوصلوا سباحة، يعني الناس اللي غادي يدخلوا عمان لسبسة ولا اسبانيا ولا شدوهم وسط البحر ما غاديش يرجعوهم دغيا. يعني الناس من سمعوا هذا الخبر قالوا مع راسهم كاين احتمال كبير الا شدوك تبقى تما ولا غادي يطلعوك لاسبانيا. وهذا الشيء اللي خلى المغاربه ما يزقلوش هذه الفرصه وتكبوا على سبسه. وخص تكون في خبارك واحد القضيه باللي الحكومه الاسبانيه كتاكد على ان اي قاصر داز من معبر سبسه ما عندكمش الحق تردوه ولا غير تقيسوه. هاد الناس ما كيدويوش من فراغ، عارف القيمه الكبيره ديال هذاك القاصر بين قوسين 100% غادي تدور شي هضره وغادي يقولوا باللي راه غادي يرجعوا هذوك اللي دخلوا و100% لا رجعوا راه ما غاديش يرجعوا كلشي وغادي يرجعوا غير لي ماجور. اما لي مينور كما تيقولوا هما يعني القاصرين على ما اظن ما غاديش يرجعوهم، وهذوك هما اللي عندهم بهم الغرض باش يطلعوهم على يديهم ويكبروهم ويقريوهم
يطلعوهم ويطلعوهم كما بغاو هما، ماشي واحد كبير عنده فوق 40 سنه هو مراته وولادو وكتشوف بنادم غادي راه اللي بداو يرجعوا راه هادو هما الاولين غادي يرجعوهم. اما الدراري الصغار كنظن محال واش يردوهم. هادشي كيبقى غير مجرد احتمال، ولكن كما قلنا هاد الناس عارفين مزيان اش كيديروا وما كيدويوش من فراغ، حيت كيستثمروا في الثروات البشريه والشباب ديالنا. هما عارفين هاد الشباب اللي غادي يخدموا لهم البلاد واحد 40 ولا 60 سنه. هادشي صراحه كيدور في الخاطر. هاد الشباب ما كرهناهمش يتوفر لهم اي حاجه بغاوها ويبقاو هنا، ولكن للاسف لك الله يا وطني. عرفتي ملي كتشوف دري مازال صغير ما عارف والو في الدنيا وكيلوح راسو في البحر وبلا ما يفكر في العواقب ديال هذاك القرار اللي خدا وبلا ما يفكر في راسو ولا في والديه، اكيد ماشي الخاطر. واخا يكون مازال هاد الدري صغير وكيقرا ومازال كيصرفوا عليه والديه، ولكن الشباب ديال هاد الوقت راهم واعيين وكيشوفوا شنو واقع وعارفين شنو كيتسناو. كنظن الميساج راه وصل. ما حيلتي لولدي ما حيلتي لمو. نخرج نقلب على ولدي ما كناش بصوتي انا عطوني شهاده ونخرج للبحر. انا نبقى نقلب على ولدي تلقاه. علاش ولدي يبقى وسط البحر وعلاش يطلع شي بلاصه ما نعرفوش؟ علاش؟ انا في هذا الفيديو ما جيتش باش نشجع على الهجره وما كنقولكش حرق، ولكن الا بغيتي تمشي لهذيك البلاد ودايرها بين عينيك ما تريسكيش بحياتك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. راه كاينين بزاف الطرق اللي تقدر تمشي بهم بلا ما تاذي راسك. حاجه وحده اللي مطلوبه منك، خصك غير تخدم وتبحث وتقلب على راسك وراه غادي تعرف كيفاش تمشي لتما. ثاني حاجه بالنسبه للناس اللي دازوا ووصلوا، سمعني اخويا ولا اختي نوصيك، هذيك البلاد راه حبات بيك وعطاتك قيمه، وكون حتى انت في شكل وعطي راسك والمغاربه قيمه وعطي صوره زوينه على الشعب المغربي والمغاربه بصفه عامه في مكانه. خدم على راسك، بعد من البليه والسرقه وما تنساش والديك، واهم حاجه كنركز لك عليها ما تنساش دينك وصلاتك، حيت هذيك البلاد كلها فتن ونخاف عليك منها. وواحد القضيه خصني نركز عليها بلا ما يجي شي واحد في كومونتير ويقول لي هادو اللي حرقوا ماشي وطنيين. لا لا اخي، الاغلبيه هادو اللي مشاو ولا حتى اللي باغيين يمشيو كيقلبوا غير على العيش الكريم ولقمه العيش تكون حلال. والاغلبيه الشباب ملي كيوصلوا وكيسويو الوضعيه القانونيه ديالهم كيخدموا، وكاين اللي كيخدم في النوار وكيوليو يصيفطوا والديهم الفلوس وكيعاونوهم، وعلى الاقل والديهم كيتهناو عليهم. جدودنا دافعوا على هذه البلاد في عهد الحسن الثاني رحمه الله في المسيره الخضراء. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب الى غربه. انا مني شفت هاد الفيديوهات وكيفاش الناس غاده وسامحه في الغالي والرخيص وقصدوا سبسه، كنتخيل غير هذاك المشهد ديال المسيره الخضراء وكيفاش جدودنا دافعوا على بلادهم وعمرهم فكروا يخويوها، وبفضل الله وبفضلهم حنا عايشين فيها دابا رغم هذاك الشيء اللي كان واقع في ذاك الوقت. عمرهم فكروا يخويوها، ودابا كتشوف شباب دايرين مسيره ما عرفتش واش نسميها، مسيره خضراء ولا مسيره حمراء ولا ما عرفتش شنو نسميها، وغاديين في حالهم وخاويين البلاد. كاين اللي غيوصل الله يسهل عليه، وكاين اللي غيموت الله يرحمه، وكاين اللي يرجع. صراحه هذا الشيء كيدور في الخاطر. ودي الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي. كان معكم خوكم سلام.